البلد الوحيدة اللي عندها مسموح الكذوب في الإعلام ديالها علنا. اكذب 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 حتى يصدقوك. صافي داكشي اللي كيعرفوا. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الجوره ديال المهم بلا ما نكمل الكلمه راه عندكم عارفين شنو. شوفوا معايا. المغربي صفق على ماكرون لما هاجم الفلسطينيين. اسمعوا اولا ما قاله التلفزيون الجزائري. حينما توصف المقاومة الفلسطينية بالهمجية ويصبح العدوان الصهيوني دفاعا عن النفس ويصفق البرلمان المغربي موافقا، ذلك هو البهتان والخسران المبين. الآن نروح نشوف النسخة الأصلية وماذا قال ماكرون أمام البرلمان المغربي ومتى صفق البرلمانيون. نروح نسمعوا مع بعضنا. 2023 a constitué une attaque d'une barbarie particulièrement atroce perpétuée par le Hamas contre Israël et son peuple. Mais rien ne peut justifier pour autant le bilan humain désastreux à Gaza et la souffrance que connaissent les populations civiles. C'est pourquoi il faut un cessez-le-feu à Gaza. Et la France... معناتها البرلمان المغربي صفق على مطلب ماكرون بوقف إطلاق النار. التلفزيون الجزائري يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والله المستعان دائما. قولوا لي شكون اللي في العالم او في اوروبا اللي ما خطاب ديال ماكرون كلنا تفرجنا فيه. كانوا جوج ديال التصفيقات اوفاسيون كانت في الوقت اللي قال الصحراء المغربيه، ومنين هضر على غزه صفقوا تاني، ومنين تصل الخطاب صفقوا. وبس هاد الناس هادو اللي جالسين كيجبدوا هاد الصداع هذا باش ينوضوا الناس اخرين هنايا في البلاد يديروا مظاهرات ويشوشوا ويديروا هاد الفضيحه كاع كامله. الاغراض ما عرفناش منين، ما عرفناش علاش كيديروا هادشي كاع كامل. واكيد السلطات عندها خبر وكتشوف وكتعطيهم، لانه هي اللي كتعطيهم الترخيص باش يديروا المظاهرات. حنا عارفين عندنا الحمد لله في بلادنا عندنا الحريات، عندنا حريه التعبير، عبر سيدي كيف ما بغيتي. ولكن راه بزاف هادشي ظهر لي.